طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ والله يعني انا صراحة عايز اشيلكوا فوق راسي للناس اللي بتتفرج عليا، لان انتوا دايما الدعم جديد قوي والكومنتات الحلوة. شكرا جزيلا لكل واحد. معايا الدفتر النهاردة، ولو واخدين بالكم شوية ان انا المرة دي او في الفيديو ده واخد راحتي وبتكلم براحتي وعلى رواق وكل الكلام ده. ليه؟ في الفيديوهات الأخيرة، آخر كام فيديو نزلته، حاولت إن أنا على قد ما أقدر إن أنا أوصل أكبر كم من المعلومات في أقل وقت ممكن، عشان الخوارزميات بتاعة اليوتيوب، وعشان بحاول فعلا إن المشاهد أو اللي بيتفرج عليا أو اللي عايز يستفيد أو اللي يطلع بمعلومة معينة يوصل لها في أسرع وقت ممكن. فده طبعا خلاني عايز أوصل بأقصى سرعة للمعلومة، عشان الناس ما تملش، عشان الناس تكمل الفرجة لحد اخر الفيديو وكل الكلام من ده. لان الواحد يتفرج على الفيديو لاخره بالنسبة للالجوريثم الخوارزميات بتاعت يوتيوب وكده مهمة ومفيدة، ان هو يوتيوب يرجحه او يرشحه لناس اكتر، فناس اكتر تتفرج، فناس اكتر تستفيد. وده الهدف بتاعي. بما ان كده كده مفيش اعلانات شغالة، فنفس الفكرة ان هو انا عايز اوصلها لاكتر عدد من الناس عشان ميزان حسناتي وعشان الثواب والاجر لله، والموضوع كله بعمله لوجه الله زي اول حاجة زي ما اتفقنا. والناس اللي عارفاني من الاول عارفة يعني. تمام. فدي النقطة المهمة بالنسبة لي، يعني ان انا فعلا عايز اوصله لاكبر عدد من الناس. مش الموضوع هيعود عليا باعلانات وفلوس وكل الكلام ده، قد ما هي بس ايه؟ الاجر يعني. تمام. فدي حاجة. فكل مرة في الفيديوهات اللي فاتت، حتى آخر فيديو نزلته اللي هو بتاع الكاميرا وكده، حاولت إن أنا تك 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 كله ورا بعضه. المرة دي الفرق فين بقى؟ المرة دي الفرق في إن الفيديو قبل ما أنت اللي بتتفرج عليه دلوقتي حالا، سواء عثمان أو محمد أو يوسف أو أحمد أو أي حد من الناس الجميلة، قبل ما تدوس على الفيديو أنت شايف تحت على اليمين بيتهيألي بيبقى مكتوب إن الفيديو ساعة. تلاقي غالبا واحد صفرين او يمكن واحد خمسة واحد ايا كان. فانت عارف ان الفيديو ساعة. فبالنسبة لي دلوقتي وانا بتكلم بالراحة وعلى رواق، عارف ان الشخص اللي بيتفرج عليا داخل وهو عارف ان ده فيديو طويل، فهو بالنسبة له الموضوع خلصان كده كده تمام. فدي اول حاجه. تاني حاجه، مش كل مره هبقى بعمل حلقه من الحلقات، يعني دي اول حلقه يعتبر من البودكاست على الشانل وكل الكلام ده. هبقى عامل سلسله بودكاست، حلقات قصيره كده، مش حلقات قصيره سوري، حلقات كذا واحده قصدي. انه بتكلم مع الناس في تخصصات مختلفه واللي عندهم تجارب مختلفه، ان انا اقدر اشاركها معاكم ومع بقيه الناس. معرفش اذا كانت حاجه زي كده اوريدي موجوده على يوتيوب ولا لا. في حاجات بتفرج عليها وفي حاجات ما بتفرجش عليها فما بتطلعليش. فما اعرفش اذا كان في حد فعلا بيعمل حاجه زي بودكاست للالماني او لالمانيا والمصريين او المغتربين في المانيا او العرب او المسلمين او اي حاجه من الحاجات دي. تمام. فحبيت ان انا اكون بعمل حاجه زي كده. فدي اول حاجه. تاني حاجه، البودكاست هدفه ان انت تسمعه مش ان انت تتفرج عليه. تمام. فانا هكتب بقى تحت في الديسكريبشن كل حاجه، يعني بصوا على الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، مهم تشوفوا اللينك لو لساوند كلاود، او لو عرفت ان انا مثلا انزل البودكاست او الحلقه دي على ويب سايتس تانية فتقدروا تسمعوها. فلو الواحد في مشوار، قاعد مثلا مش عارف بيعمل حاجة، بيغسل مواعين، بيطبخ أيا كان، فيبقى قاعد حاططها في ودانه سامعها، مش مشغل الموبايل، مش مشغل اللابتوب، مش قاعد بيتفرج علينا. وده الهدف. مش لازم ان انت تتفرج على الحلقة كلها وقاعد باصص لنا. انا عن نفسي بشغله على اللابتوب، ممكن تشغله على الموبايل ايا كان، بغسل مواعين، بطبخ، ايا كان كل الحاجات دي. فببقى حاطط مثلا السماعات او حاطه على السبيكر او ايا كان، وسايبه هو شغال ورا لوحده. وبعدين بسمع الحاجات اللي بتحصل يعني من غير ما انا ابقى قاعد بتفرج على الشاشة. وده كان بديل كويس ليا، يعني بما ان انا ايه، الواحد الحمد لله ربنا يكرمنا ويديمها علينا النعمة، يعني يبطل ان هو يسمع اغاني. فبقى الواحد بيحاول ان هو يعوض بقى ويحط بديل، مثلا ان انا اسمع حاجة تانية يعني. فدي حاجة انا حبيت اشاركها يعني. الحاجة التالتة، ان اول حلقة عملتها دلوقتي فيعتبر برضو وانا بتكلم، يعني هتشوفوا ده بعدين يعني. الوقت كان متأخر جدا واحنا بنصور، وكان يوم طويل جدا جدا. انا وطنطاوي طبعا عارفين ان هو طنطاوي يعني عشان الثامبنيل وكل حاجة. بس المهم، فكان اول مرة ان انا اسجل بودكاست بالشكل ده وكاميرا وبتاع ومش عارف ايه. اول مرة ان انا يبقى معايا حد لسه بتعرف عليه، لان انا وطنطاوي مش صحاب، انا لسه كنت متعرف عليه. وبعد كده بقى اتصاحبنا لما عرفته اكتر، وان هو شاب لذيذ، وفي الحقيقة ده روش جدا يعني الواد ما كنتش متخيل، لان ما بتبقاش عارف الشخص ده اللي هو بيبقى مشهور مثلا على يوتيوب او معروف في حاجات معينه، هيبقى فعلا في الحقيقه برضو شخصيته عامله ازاي. فتصاحبت عليه وتعرفت عليه اكتر واكتشفت ان هو لذيذ، فما بقتش ايه، متنشن قوي يعني.
فان هو اول بودكاست ليا يعتبر، واول مره ابقى بتعامل مع حد انا ما اعرفوش، احنا ما بناش صحوبه وكده والكلام من ده او صحوبيه والحاجات دي. فيعني ايه، مشولي الغلطات اللي انا هغلطها او التوتر او التنشنه او كده يعني. بس في الاول في الاخر كنت بحاول باسئلتي اللي كنت بسالها له وبالحوار بتاعي معاه ان احنا نوصل معلومه، وان حد لو عايز يجرب نفس التجربة أو هيخوض نفس التجربة أو على وشك إن هو يبتدي دراسة، يبتدي شغل، عايز يتجوز، أي حاجة من الحاجات دي، يبقى عارف الموضوع شكله عامل إزاي، أو على الأقل شاف مثل من الأمثلة. طبعا مش كل حد هيبقى النتيجة بتاعته زي نتيجة طنطاوي، ولكن مع ذلك برضو ان انت تبقى عارف الامثال شكلها عامل ازاي مهم. فالحاجه برضو اللي بعد كده بيبقى برضو ان انا بعمل بودكاست وكل الكلام ده، فانا لازم اعمل له مقدمه، ولازم يعني اعرف اكتر ايه اللي احنا بنعمله. فزي ما بقول مش كل مره هبقى برغي ساعه قبل البودكاست غير الساعه بتاعت البودكاست ذات نفسها. بس هبقى بقول مين الشخص اللي معايا ان شاء الله. انا متاثر جدا بحازم الصديق والبودكاست بتاعه، فعشان كده غالبا بعملها زي ما هو بيعملها. فالمهم هبقى بعرف مين الشخص اللي كان معايا والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، عشان الشخص يبقى يبص عموما اللي بيتفرج شوف احنا اتكلمنا على ايه، يعني ايه المواضيع اللي اتكلمنا عليها. عشان مثلا لو انا عايز انط لحته معينه، انط الموضوع معين، مش عايز اشوف كل حاجه، بعرف هي فين. والفيديو برضو ان شاء الله هيبقى متعلم من فين لفين اتكلمنا على انهي موضوع. تمام. انا اتكلمت مع طنطاوي على حاجات كتير، لان هو ما شاء الله بقاله سنين كتيره قوي في المانيا، وعنده خبره كبيره جدا في المانيا والغربه عموما بشكل عام. غير كده هو وصل لحاجات انا ما وصلتهاش، زي مثلا الجواز، مرحله الجواز، مرحله التخرج، مرحلة الخلفة، ما شاء الله عليه، الله أكبر. فكل الحاجات دي أنا طبعا أقدر إن أنا أقعد أسمع منه وأستفيد وأعرف هو عمل الحاجات دي إزاي، وصل لها إزاي، مر بإيه، الدروس المستفادة، كل الكلام من ده. وعشان هي دي النقطة برضو، إن الواحد بيتعلم من اللي أكبر منه. هو أكبر مني في السن برضو، يعني طنطاوي أكبر مني بست سبع سنين. فمن الحاجات اللي اتكلمنا عليها كانت الدراسة، إن هو كان في علاج طبيعي في مصر، وبعدين جه علاج طبيعي في ألمانيا، وبعد كده غير من علاج طبيعي لبرمجة، وكمل في البرمجة وتخرج من البرمجة ما شاء الله عليه، وبيشتغل بيها دلوقتي حالا. ومع كل الحاجات دي كان بيعمل اليوتيوب، قناته على اليوتيوب. والحاجة التانية ان هو اتجوز ما شاء الله، وخلف كمان ما شاء الله، الله اكبر، وابنه زين موجود معانا وبتاع كل الكلام ده. فالحاجات دي بالنسبة لي كنت عايز اعرف جدا عملتها ازاي، وزنت بين الدراسة والشغل والحاجات دي كلها ازاي. فدي كانت الاسئلة اللي انا بطرحها. الدراسة نقلت من هنا لهنا ليه، البرمجة عاملة ازاي، طب العلاج طبيعي للناس اللي عايزة تيجي علاج طبيعي او للناس اللي عايزة تيجي برمجة، طب فرص الشغل، طب الجواز كان عامل ازاي، طب الخلفة كانت عاملة ازاي، طب ازاي بتوازن كل الحاجات دي. كل دي كانت اسئلة في بالي بسألها للطنطاوي وكده، وبعرف بحاول اتعلم منه واعرف منه ايه قصة او وافهم منه الموضوع يعني، والتجربة بتاعته اللي هو مر بيها. تمام. فتحت في الفيديو هتلاقوا بالظبط العناوين او المواعيد بالظبط، او الاوقات قصدي، اللي هو من فين لفين اتكلمنا على الشغل، او مثلا من فين لفين اتكلمنا على العلاج الطبيعي والبرمجه، ومن فين لفين اتكلمنا على الخلفه وما الى ذلك. تمام، حلو الكلام. لو استفدتوا، انا مش هطول اكتر من كده، لو استفدتوا ما تنسوش تدعوا لي، وتدعوا لطنطاوي طبعا. وشكرا جزيلا. اكتبوا لي، انا بحب اسمع وبحب اقرا تعليقاتكم جدا جدا جدا. اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. اخر حاجه نسيت اقولها، انه البودكاست ده هيبقى جزء من سلسله، مش هبقى بعمل كل حاجه طبعا بودكاست، فهتبقى جزء من سلسله بودكاست تانية هفضل انزلها بشكل مستمر ان شاء الله. ان انا اعمل زي انترفيوهات كده مع الناس، سواء اللي عمل ميكانيكا، اللي عمل برمجه، اللي عمل طب، اللي عمل ايا كان، وعشان الواحد يوصل له الفكره كامله. لان انت لما تقعد تتكلم ساعه وتشرح القصه كلها من طقطق لسلام عليكم من الالف للياء، حاجه مختلفه خالص عن ان انت تحاول ان انت توصل معلومه في 5 دقائق او 10 دقائق. وده هدف البودكاست الاساسي، ان انا اوصل المعلومه بشكل كامل، عشان الناس ما تتسوحش، عشان الناس الى حد ما يبقى عندهم الصوره كامله، الموضوع بالدراسه بالشغل بالمعيشه كل الكلام ده بتبقى عامله ازاي. تمام كده، زي الفل. يلا بينا نخش على الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا النهارده حد سبيشال جدا، محمد الطنطاوي. اكيد يعني عرفوني من الصمني. انا عملت شويه سسبنس وانا لابس طايمه انت عارف انت اخويا منصور انت عارف الفيديو. عارف الفيديو ده. منصور اخويا، هو فين منصور؟ منصور اهو يا مديح. مبدئيا كده اول حاجه احب ان انت تعرفني عن نفسك، وتقول اكتر كده للناس اللي ما تعرفش مين محمد طنطاوي، تقول لي كده سريعا كده. مبدئيا كده ليك وللي بيتفرجوا، الساعه دلوقتي 1:10 فجرا ولا ما اعرفش صباحا، فاحنا يعني انا مسطول، مع اني شارب كوبايه قهوه، بس يعني ايه، هحاول على قد ما اقدر اكون فايق. المهم انا باختصار للي ما يعرفنيش، انا محمد عبد السلام محمد الطنطاوي. عايش في المانيا بقالي 10 سنين.
كنت جاي ادرس طب بس فشلت في الموضوع دوت وغيرت مجالي وبقيت مبرمج قد الدنيا. متكحرت شويه اليومين دول بس الحمد لله. وبس كده، متجوز وعايش ومخلف هنا في المانيا وبتعامل مع الحياه في المانيا بس. حلو أوي، ممتاز. طيب انت قلت ان انت بتدرس كنت كنت بدرس. انت كنت بتدرس علاج طبيعي ونقلت البرمجة. اه سريعا كده ممكن تقول لي ليه انت سبت العلاج الطبيعي؟ انت اولا قضيت قد ايه في العلاج الطبيعي وليه سبته؟ هو توتال قضيت في العلاج الطبيعي مصر والمانيا حوالي 3 سنين ونص او 4 سنين، يعني تقريبا قد اللي انا درسته في كليه برمجه طبيه اللي انا نقلت فيها. سبته لاسباب كتير. انا اصلا وانا طالع من مصر كنت مش عايز علاج طبيعي، كنت عايز طب وما عرفتش اخش طب. فكان الحل البديل ان انا ادخل الحاجه اللي انا اعرفها علاج طبيعي. فلقيت ان علاج طبيعي هنا في المانيا مش احسن حاجه في الدنيا. شغل متعب جدا، تعمل كل حاجه بايدك، مفيش ناس بتساعدك قد كده. في مصر كان في مساعدين وفي تمريض وفي حوارات. وكمان بصراحة الماديات ضايعة خالص، لأن التأمين الصحي هنا هو اللي بيدفع للعيادات لما بتعالج المرضى في معظم الأحيان. والتأمين الصحي مش معترف ان العلاج الطبيعي مهم قوي فما بيدفعش كتير. فبالتالي انت لما تشتغل في عيادة الدكتور بتاعها ما بيكسبش كتير فمش هيكسبك كتير. مم. يعني مثلا لو بتعمل في اليوم 100 يورو من البرمجة، انت بتعمل 60 او بالكتير او 70 يورو في العلاج الطبيعي. ومجهود جسدي مضاعف. هو كده كده البرمجة متعبة جدا عقليا، بس برضه بتتمرن زي عضلة الجيم. لكن علاج طبيعي انت هتوصل في يوم من الايام انك انت سنك كبر ومش قادر انك انت تنتج اللي انت بتعمله في العلاج الطبيعي، وبالعكس انت ممكن تأذي نفسك. فده باختصار انا ليه سبت علاج طبيعي، بس في حاجات تانية كتير. طيب سؤال سريع كده في النص، انت حسيت، انت بتقول ان انت درست سنة في مصر علاج طبيعي صح؟ سنتين. سنتين في مصر وسنة ونص في ألمانيا. اه حسيت ايه الفرق بين مصر وبين ألمانيا في الدراسة؟ ففي مصر حسيت ان انا دكتور وبفهم ليه الحاجة بتتعمل او بتتعمل ازاي او ايه سبب انا بعملها كده. في المانيا بتعلم الحاجة بتتعمل ازاي بالظبط بكل دقة، بس مش فاهم انا بعملها ليه. بس هو مم. المفروض الصح اعمل كده. يعني زي ما نقول كده الفرق بين المهندس والصنايعي. الصنايعي ممكن يبقى شاطر قوي في الحاجه اللي بيعملها بس مش عارف الباك جراوند بتاعتها ايه. المهندس ممكن يبقى عارف الباك جراوند والقوانين والفيزياء والمش عارف ايه، بس يجي يمسك مسمار يدقه وما يعرفش. مم. ده الفرق بين مصر والمانيا باختصار. مم. طيب وانت فكرونيش. لو انت مثلا حابب تقارن، تقول والله لو انا واحد متخرج في مثلا من مصر علاج طبيعي، واحد متخرج من ألمانيا علاج طبيعي، بتقول يعني انا اللي انا فهمته من كلامك على الاقل ان اللي من مصر هيبقى فاهم اكتر اللي هو بيعمله، ولا العكس؟ لا في مصر هو فاهم اكتر ليه بيتعمل، بس ممكن ما يطبقوش باحسن شكل ممكن. وان كان برضو الناس مع الخبره بتتعلم وبتشتغل يعني. مم. فانا شايف ان في مصر العلاج الطبيعي احسن من المانيا كدراسه، من وجهه نظري. يمكن يعني انت عبد لو الله قدامك صاحبي واحد كان كده برضه. مثلا مخلص علاج طبيعي من ألمانيا وواحد مخلص علاج طبيعي من مصر، تروح تتعالج على ايه؟ خلص علاج طبيعي في المانيا اه. وخلص علاج طبيعي، لا اروح بتاع مصر. اشمعنى؟ انا اصلا ايام ما كنت في علاج طبيعي في مصر كانوا بيقولوا لي ان مصر رقم 3 على العالم في العلاج الطبيعي بعد والله امريكا وكندا. بتتكلم بجد؟ اه في مصر انت بتدرس علاج طبيعي 6 سنين، فبتدفعها في 6 سنين بتتعلم كل حاجه بس ممكنه. انت ما بتعتبرش دكتور، ولا دي بتاخد، انت دي بتبقى هيئة ايه بالظبط؟ هو هي دي فيها جدال كبير قوي. في حاجه دبلومه اسمها دي بي تي، دكتور اوف فيزيوثيرابي، وفي ناس تقول لك لا ده مش دكتور، وفي ناس تقول لك دكتور. بس دي حوارات كلها في مصر. هنا في المانيا مش دكتور. مم. هنا في المانيا الدكتور 3 حاجات: يا دكتور بشري، يا دكتور اسنان، يا دكتور حيوانات، مم. دكتور بيطري. لكن صيدلي بقى الحاجات دي كلها ما تعتبرش دكتور. مم. في مصر خريج علوم دكتور. مم. فماشي حالك. اصل هو اللقب مش هيعمل حاجه. وحتى في المانيا اسمه ارتست او هو طبيب. مم. دكتور بياخد حاجه اسمها دكتور تيتل، بيروح يذاكر 5 سنين ولا مش عارف قد ايه، حبه بيعمل كتار الدكتوراه قوي. بتاعته. اه. لا دكتور تيتل غير البي اتش دي. دكتور تيتل دي دكتوراه مهنيه، مش دكتوراه اكاديميه. ايه الفرق؟ ما اعرفش، بس هو ده يعني ده صنايعي احسن وده اكاديمي احسن. بس انا مثلا عندي الدكتور في الجامعة بيبقى دكتور اللي هو دي ار اه دوت بروف. ما هو ايوه دكتور بروف، تاني دكتور بس دي ار اه. قبله. لكن الدكتور العادي بتلاقيه مكتوب ايه، مثلا اسمه محمد الطنطاوي ارتست، ما يكتبلكش دي ار محمد الطنطاوي ارتست مثلا، ولا مش عارف ايه ميديتسينر ولا ايا كان اسمها بالالماني. مم. انا مش فاكر الماني دلوقتي خالص، انا الساعه 1. يعني بص دلوقتي اتأخر صراحة، انا اه تعبتك معايا ده النهارده. بتكلم عربي بالعافيه. احنا صاحيين بالعافية اساسا. طيب
انت دلوقتي في وسط دراستك بدأت اليوتيوب، صح؟ لا انا بدات اليوتيوب من قبل من قبل ما ابدا دراستي. هي يعتبر رحله اليوتيوب بتاعتي بدات في المانيا، او يمكن كمان خلينا نقول السوشيال ميديا بدات من قبل ما اجي المانيا. مم. كان في جروب لسه جديد على الفيسبوك بيتكلم عن الدراسه في المانيا وكده. ده اللي هو الدارسين في ألمانيا، صح؟ لا قبل الدارسين في المانيا كمان، المصريين في المانيا، كان حاجه كده. وحصل فيه انقلاب والادمن شقلط ما سيبك علينا من ما ده. علينا. المهم بقى ان الجروب دوت عملت فيه بتاع دوت زي بوست كده او PDF انا وعبد الله صاحبي كتبناها، اسمها رحله من الفضول للقبول. من اول ما جات لنا فكره المانيا لحد لما اتقبلنا في المانيا، حتى لسه ما فيش فيزا، بقول لك احنا في مصر. مم. فهو بدات افكر في المانيا، عملت خطوات معينه، دورت، جبت، قدمت، اتقبلت. بعد ما اتقبلت معايا الورقه بتاعت القبول، فرحان بيها جدا. وهو اصلا قبول لغه، لسه ما كانش قبول حتى جامعه. ومكتوب فيه ان احنا كنا مقدمين على طب، فانا كنت فاكر اصلا ان انا اتقبلت في كليه طب، وده مش حقيقي. وعملت بوست او عملت PDF على الموضوع ده، وساعدت ناس كتير. بعد كده لما جيت المانيا لقيت بقى ان في شركات كتير نصب، وفي ناس بتستغل الطلب عشان تسافر، وهو اصلا الموضوع بسيط. فقررت انا وعبد الله صاحبي نعمل قناه نشرح للناس ازاي تدرس في المانيا. الكلام دوت في 2015، ما كانش في حاجه بتتكلم عن كده غير 2 3 مثلا، واحد منهم علي منصور، حد منكم يعرفه. المهم عارفه انا ده، عملنا كان في ادمن برضو البيجز بتاع مش عارف بالظبط. ألمانيا دي. المهم عملنا القناه ونزلنا فيها شويه فيديوهات. بعد كده قلت خلاص بقى المعلومات بدات تكتر على النت، طب ليه انا ما انقلش حياتي وانا عايش في المانيا عشان الناس تعرف ايه اللي جاي عليها، يومي عامل ازاي، ايه التحديات اللي بتقابلني، باكل ايه، بشرب ايه، الجامعه عامله ازاي، يومي في الجامعه عامل ازاي. والحمد لله انا كنت بدات اصلا، او انا من قبل كده انا بحب التصوير، وكنت واخدها حجه بصراحه. انا بحب التصوير وهفيد الناس واعمل يوميات. وكانت الفلوجز بقى، الكلام ده في 2017 لما بدات اعمل كده، فكانت منتشره جدا. فليه لا، يلا بينا. والحمد لله يعني الناس عجبها الشغل بتاعي. واصلا من الحاجات الطريفه ان انا عرفت مراتي لما هي كانت من متابعيني. يعني هي كانت بتتابعني وكلمتني، كانت بتسالني، وبعد كده اتعرفنا على بعض اكتر واتجوزنا. بس ده لسه جاي في الاسئله الجايه يعني. طب هو ده احنا دي نقلة ممتازة. انت دلوقتي بدأت اليوتيوب بتاعك بعد ما انت جيت هنا وبدأت الدراسة بتاعت العلاج الطبيعي، اه صح؟ القناه الحاليه اللي انا شغال عليها، انا كنت، لا بس برضه لا، كنت لسه مخلصتش لغه. انا كنت انا فاكر تاني فلوج، انا كنت رايح اذاكر، وكنت حالتي متنيله بنيله، رايح اذاكر في المكتبه عشان كنت ساقط بتاع 6 مرات في امتحان اللغه. وكنت ده دي اس همتحن ها؟ السبعه دي، سبقه وتصدف وتلك وكل، انا كنت بجرب كل حاجه. فيعني كنت لسه حتى ما نجحتش في اللغه اللي تدخلني الكليه، بس كان معايا C1 لما بدات قناتي. ده كان فانت قصه بدأت كبيره، كانت اليوتيوب معاناه. اساسا قبل ما تبتدي علاج طبيعي في اه ألمانيا، قبل ما تبتدي هنا. بس قبلها بحاجه بسيطه يعني. طيب وانت حسيت ان انت بين الدراسة وبين اليوتيوب، حسيت الموضوع ده مأثر عليك؟ يعني لا حسيت ان اليوتيوب وانت بتعمل بالعكس، فيديوهات كنت في كان النص؟ المتنفس بتاعي يعني. وانا كنت بكسل واقدر اعمل اكتر، والناس كانت بتبعت لي تقول لي انت ليه ما بتنزلش. بس انا عندي مشكلتين، ساعات بكسل وساعات ببقى بيرفكشنزم بشكل كبير جدا، ان انا مش عايز انزل فيديو الا لما يكون فعلا المعلومه فيه من الاخر وهتفيد الناس، والاهم من ده كله اللي هو عاجبني، مش فيديو رزع وخلاص. حتى لو المعلومه مفيده، عشان انا بهتم برضو بشكل الفيديو يكون حلو على قد ما اقدر. هو طبعا بيتطور، وشكل الحلو في دماغي دلوقتي غير شكل الحلو لما بدات. ولما بتفرج على فيديوهاتي القديمه بقول ايه العك ده، بس يعني ايه، وقتها كان ده الحلو بالنسبه لي، ده اقصى حاجه اقدر اقدمها. في ناس كتير قوي بتبقى لما بتيجي تعمل فيديوهات او بتعمل اي نوع من انواع المحتوى، بيبقى بالنسبه له الناس المحترمه يعني طبعا، بتبقى بالنسبه له مهم ان هو يحترم عقليه الشخص اللي قدامه او اللي بيتفرج عليه، اللي هو انا مش بعمل لك اي حاجه، خد يا معلم الحاجه دي، او ان انت بالظبط. تعمل الكونتنت اللي او ما مهروس. غفلش الناس، ما بحبش اغفل الناس خالص. يعني ما بخاف قوي البس واحد في الحيطه. امم فلا انا شايف ان دي حاجه كويسه عموما. انت ممكن الموضوع ده يكون بيضغط عليك شويه اعتقد، في قصه ان انت ممكن تبقى عملت وبيقلل فيديو. المحتوى بتاعي، واحنا سوشيال ميديا عامه لازم ترمي كتير عشان تقدر تكبر. انا وصلت الحمد لله دلوقتي حوالي 114 الف سبسكرايبر على القناه، بس اعتقد لو كنت برزع كنت ممكن كسرت المليون، بس مش ده اللي انا حابه. انت ممكن اكيد في اوقات بتبقى صورت حاجه مثلا وما بتنزلهاش لمجرد ان انت مش حصلت حاسس. كتير،
ومره سافرت واخدت صحابي وصرفنا كتير وصورنا، ومش هقول ايه الفيديو عشان مش عايز اقوله، بقول لك بعد التصوير. ماشي. وما نزلش الفيديو خالص واصحابي هزقوني، بس يعني ما عجبنيش، مش بس هنزل حاجه مش بتحصل، مقتنع انت بيها. بتحصل ان انت مش مقتنع بالحاجه دي. اه. وساعات بتبقى فكره قويه جدا تجيلي في ثانيتين واصورها وتعمل شغل عالي، وممكن فكره اقعد اعصر فيها شهر وما تعملش اي حاجه، فهو مم. برضو توفيق ربنا مهم. طب انا حاجه بالنسبه لي مفيده، ممكن مش شرط للشخص اللي بيتفرج، بس انا بالنسبه لي حاجه عايز اعرف عنها كشخص عموما برضو بيعمل يوتيوب او بيعمل فيديوهات او كده، ودي بالنسبه لي شغف وبالنسبه لي حاجه بحبها. حاسس ايه اللي جه ممكن تقول ايجابي من اللي ورا اليوتيوب او من ورا ان انت الكونتنت كريشن ان انت تعمل محتوى، وايه ممكن تقول برضو ان هو سلبي جه من ورا المحتوى ان انت بتعمل ده؟ اكيد في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه يعني. فنبتدي مثلا بالحلو، شايف ايه انه ممكن يكون حلو اتعلمته من ورا اليوتيوب، حاجه مش ده العادي اللي الناس مثلا بتتعلمه او بتعرفه؟ اتعلمت حاجة من وراء الكواليس شوية. الحاجة اللي عايزها تكبر أو تعمل فيها حاجة قوية ما بتحصلش في يوم وليلة. يعني ما عنديش ولا فيديو تقريبا طلع ترند ولا أي حاجة، أنا ماشي في القناة واحدة واحدة خالص. السبسكرايبرز أوقات بيزيدوا بشكل زيادة شوية، بس مش ترند، مش مثلا زدت 50,000 مشترك في ليلة، دي عمرها ما امم. حصلت. وفي نفس الوقت برضو لازم تصبر. الصبر عندك زي طفل كده بتكبره، مفيش طفل بيبقى شاب عنده 18 سنة في يوم وليلة، بتحتاج 18 سنة وتربية وسهر وهدلة. فأي حاجة حلوة عايز تعملها لازم تديها صبر، وده اللي فعلا شفته في اليوتيوب. الحاجة الوحشة بقى ان انا ساعات بيحصل لي بيرن اوت، اللي هو خلاص بقى انا بحاول على قد ما اقدر اطلع فكرة عشان انزل فيديو، وبتعب من التفكير وبفكر في مليون حاجة ممكن ما انامش يعني. ساعات بيبقى فيه مجهود كبير قوي. في فيديو مثلا كنت منزله السنة اللي فاتت في اولها، اللي هو ازاي غيرت حياتي في 10 سنين. الفيديو دوت انا كنت عايز اعمله باحسن شكل ممكن. عبال ما طلع انا كنت خلاص يعني كان فاضلي شويه ويجيلي الضغط والسكر وانا كنت، دي معلومه لاول مره اقولها، وانا كنت بشتغل عليه حوالي، كنت خلصت 30 40% منه. ابني جه شال لي كل حاجه وبدات من الاول، هبدلي على الكيبورد هدتين كده. عمل لك كنترول زد شال لك كل ما حاجه. اعرفش عمل ايه، التايم لاين اختفى. انا كنت قايم تقريبا اخش الحمام واجي، يعني الصبر. هي حاجه تجلط طبعا. وساعات برضو تصور وتبقى قلت كلام بقى واندمجت وبتاع، وفي الاخر الميكروفون ما يكونش شغال. مثلا. البطاريه تطفي وانت بتقول كلمه مهمه. انت بتصور حته حلوه في سوبر ماركت ولا حاجه، يجي الراجل يقفشك، امسح كل اللي صورته دلوقتي. مم. حاجات حصلت كتير. معاك دي قبل كده؟ حصلت كتير. والله فين مثلا؟ السوبر ماركت الالماني العادي. ممكن يقول لك مقفول يعني ممكن مثلا. ابقى صورت مثلا 10 شوتات كلهم حلوين، مم. وجيت على الشوط الاخير اللي انا محتاجه وخلاص هطلع، يروح قافشني ويقول لي فرجني كل اللي فات لحد لما امسح له كل حاجه اتصورت في المحل. تبقى بقى شوتات بزوايا حلوه، يعني مثلا حاطط الكاميرا جوه الرف وبفتح الرف كده وبجيبه، بحط الكاميرا في الباسكت. طب هي بصه للسقف، انا ما صورتش بني ادمين ولا صورت منتجات، زعلان ليه؟ ما تفهمش. بس هو حته اللي في ناس كتير بتزعل من البرايفسي. التصوير في كل حته في العالم، مش في بلادنا بس بس. اعتقد في المانيا بشكل عام في البرايفسي اللي هو حقوق بتاعت انا مش مش عايز كل حد الناس، مش يصورني. كل الناس. وبعدين انت بتصور في البابليك، يعني انت بتصور اللي كل الناس شايفاه. مش فاهم ايه الفكره. بالعكس مش انا عايز ممكن وشي يطلع. اكون، يعني ما بطلعش بني ادمين على قد ما اقدر، انا بطلع مثلا المكان عامل ازاي. مم. فانا اعتبر بعمل لك دعايه يا عم، الناس لما هتيجي من مصر، اه المعلم ده كان في المحل الفلاني، انا اروح اشتري منه. اه اه. فاهم انت؟ انا مش فاهم قصدي. فاهم. انا لو انا عندي محل وفي الناس بتصور، تعالى يا باشا خش، ده اديله حاجه ببلاش. مم. ده رايي على الاقل. انا شايف ان انت كده تعتبر بتعمل لهم اعلانات، في ناس بتدفع فلوس عشان الكلام ده يعني. بالظبط، مش فلوس قليله. بس انا زي ما اعتقد زي ما بقول لك يعني الموضوع بيبقى شغال اكتر ان هو الناس ممكن تقول لك والله انت بتحدد حريتي انا في ان انا مثلا عمال بتصورني او ايا كان. بغض النظر. ما طيب علينا. نخش انت دلوقتي في الموضوع اللي بعده. انت دلوقتي غيرت الكلية. تمام. هل انت لما انت حسيت ان انت لما غيرت الكلية ارتحت او حسيت بحاجة معينة مثلا قلت لها اه هي دي؟ ارتحت، قلت هي دي، لان انا بصيت لمميزاتها، وهي اصلا كانت في دماغي من زمان. بس انا طول عمري اهلي بيأهلوني ان انا احب طب، وانا كده كده كنت بحب طب. مم. بس كان ايه، كان في بوش من اهلي جامد ان احنا هو ده الحلم اللي المفروض تحلمه. بس في دماغي برضو الكمبيوتر والبرمجة وانا من زمان هو ده كان رقم 2 عندي. بس برضو كنت شايفها في مصر ان هي خليني بصريح مش برستيج، اللي هو اللي بيتخرج من كمبيوتر ساينس وقت انا مم. قديم، انا ايوه ايوه 2011 ايوه ايوه. ثانوية عامة، بيخرج يفتح سايبر. ماشي. فكانت الاهل مش فاهمين الموضوع ده.
وانا برضو كنت حابب الموضوع، اتفرج على بقى الافلام بتاعت الهاكر والمبرمجين وازاي بيشتغلوا، والشغل تحسه لذيذ، وانا كسلان بطبعي بحب اشتغل على مكتب، مش بحب احفرك واخرج وبتاع. فكانت هي زي ما تكون سبحان الله هي الحاجه اللي انا متفصله عليا. مم. مش هقول سهله، مش هقول ان هي على طول ممتعه، بس هي متفصله عليا الحمد مم. لله. فهو ده يعني من احسن القرارات اللي عملتها في حياتي. طب انت كنت بتقول ان هو اهلك كان نفسهم يخشوا طب، انا على اه فكره في انا نفس انا المركب ماما ده. قطعتني 6 شهور لما عرفت ان انا غيرت تخصصي. يا راجل. اه طب ورجعت تتكلمها ازاي؟ وسايط بقى والهنا حنيت ومعلش لك. وبتاع. اه وبعدين لما لقيتني كمان ارتحت وبدات اشتغل كفيرك ستودنت، اللي هو طالب عامل بالمجال بتاعي، بدل ما انا متمرمط في شغل الطلبه اللي اتكحرت فيه كتير. فبدات احس هو ده كده، هو فاهم هو بيعمل ايه، انا مش فاهم هو بيعمل ايه بس خليني اثق فيه، ما دام هو مبسوط وبيدخل قرش وقادر يفتح بيته ومش محتاج لحد. طب انت حاسس في الموضوع ده، لان انا كنت في نفس المركب بالظبط، كنت جاي على اساس ان هو طب، ما جبتش طب هخش اسنان، وفي الاخر دخلت الهندسه الطبيه عشان حسيت انها بتوزن بين الهندسه والطب والكلام ده حاجه في النص. حاسس ان انت شخصيا مع اهلك، راي اهلك ورايك انت شخصيا، هل انت شايف بعد ما السنين عدت ان انت لو كان قدامك الفرصه ان انت تخش طب كنت هتخشها؟ بمعلوماتي بتاعت دلوقتي اه. لا اخش برمجه وش. طب وعلى واهلك؟ فكره انا دخلت ميديكال انفورماتكس او برمجه طبيه عشان انا كنت ثانويه عامه علم علوم مش اكتر. وانا فما كنت كنتش علمي علوم عارف، برضه. مش عارف اطول الانفورماتكس العاديه، امم. فدخلتها. لكن ميديكال او مش ميديكال هو دلوقتي ميزه، لان انا كان عندي خلفيه طبيه بس ما كانتش في دماغي، بس هو ده كان الاوبشن الوحيد متاح طب قدامي. وبعد السنين اهلك غيروا رايهم او اقتنعوا ان مثلا اللي انت السلوك اللي انت مشيت فيه ده كان هو احسن؟ دلوقتي احنا مبسوطين انك مبسوط، بس احنا مش فاهمين لحد دلوقتي انت بتعمل ايه. مع اني نزلت قعدت في مصر 3 شهور كنت بشتغل على اللابتوب، بس ماما شايفاني فاتح اللابتوب وببص عليه وخلاص. مش فاهمه يعني ايه بتبرمج. بابا نفس الفكره، هو عارف ان انا بصنع حاجه، بس الناس بتديك فلوس على حاجه بتصنعها مره واحده وخلاص، ليه بتفضل شغال بالسنين؟ فهو مش فاهم يعني ايه بروجيكتس كبيره، ويعني ايه في صيانه، زي أي حاجه بتصلحها بتخرب وبتصلحها بتطورها مش عارف ايه. فدي حاجات لسه هم مش فاهمينها قوي يعني، عشان دي مش بتاعت جيلهم. امم. بابا مواليد ستينات وماما ستينات، قدام شويه. امم. طب انت في مجال الدراسة الحالي اللي انت فيه ده، او خليني اسألك سؤال احسن، انت دلوقتي كنت في علاج طبيعي، وبرضو الانفورماتكس او الميديكال انفورماتكس، الحاجتين دول، لو انا هقول لك انا نفسي في علاج طبيعي في المانيا، يعني انت دلوقتي بتكلم واحد عايز يجي المانيا سواء على علاج طبيعي او على الدراسة التانية، انت هتقول انا من رأيي الشخصي او من وجهة نظري شايف ان دي ممكن تكون للناس اللي هم فيهم صفات واحد اتنين تلاتة، او دي تبقى احسن للشخص الفلاني بالظروف دي، ودي ممكن تكون احسن للشخص الفلاني اللي مثلا بيتطلع لشغل معين او ما هي المشكله، هي دي صنعه ودي صنعه، فهو الميال لديت يروح لديت والميال لديت يروح لديت. اه. بس في اوقات بيبقى الواحد مش متخيل الشغل هيبقى عامل ازاي، مش متخيل الدراسة اللي, تبقى اللي, عاملة اللي ازاي. بيحب الحركه ومش همه الفلوس علاج طبيعي، اللي بيحب يقعد ويشغل دماغه وكسلان برمجه. ما طب اقدرش انت اقول ايه؟ اكتر من طب كده. هسألك سؤال تاني، انت دلوقتي العلاج الطبيعي بتقول ان هو مرتبه مش كبير قوي لان التأمين الصحي مش بيصرف عليه كتير، فالدكتور اللي مش بيخش له كتير مش هيديك انت كتير. مم. بس انا هقول لك، هل ليه اساسا، انا دلوقتي متخرج من علاج طبيعي في مصر عادي، مم. هل ليه شغل في المانيا؟ اكيد طبعا، ما هو مطلوب لان ما فيش مدارس كتير، لان هو اصلا علاج طبيعي كان 90% او 95% كان هاوس بيلدونج هنا تدريب مهني، امم. وبداوا يعملوه في الكليات. وده في عجز، لان كمان الاوس بيلدونج العلاج الطبيعي في منه كتير، على عكس معظم الاوس بيلدونج اللي موجود في المانيا انت بتدفع فلوس عشان تدرسه. امم. يعني تخيل بتدفع فلوس وبتتخرج ما بتاخدش فلوس كتير، فالاقبال هيبقى عامل ازاي؟ اه. فانا متاكد 100% ان حاليا وبعد ازمه البرمجيات والذكاء الصناعي وكده، ان علاج طبيعي مطلوب اكتر في المانيا، هتشتغل اسهل بكتير في المانيا من البرمجه على الاقل دلوقتي. في ازاي؟ 2018 انا متخيل ان البرمجة 2019 تبقى اعلى بكتير قوي. لا 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 لا، والله. انا مش بس انت مش البرمجة متخيل. فيها تشعبات كبيرة قوي. ايوه انا فاهم، بس برضو علاج طبيعي فيه تشعبات كتير، في بطنه، في نساء، في اطفال، كل دي تخصصات جوه العلاج الطبيعي بتدرسها كلها، وبعد كده بتتخصص او بتعمل دبلومات في اللي انت عايزه. فهو دلوقتي في اكتفاء اكتر في البرمجه من علاج طبيعي، انا متاكد 100% من كده. اوكي. حتى لو الاحصائيات الرسميه بتقول عكس كده، لكن لا، دور كده على وظائف في علاج طبيعي، اي وظيفه هتقدم عليها علاج طبيعي على الاقل هتدخل انترفيو. لكن برمجه انت هتقدم مثلا
على 20 شغلانه هيجي لك منهم 2 انترفيو، واحده منهم ممكن تيجي لك انا اول مره تشتغل. اسمع الكلام ده في حياتي. الكلام ده في 2025. في 2021 انا كنت لسه ما اتخرجتش، وكنت على لينكد ان الناس بتبعت لي. لكن بعد الذكاء الصناعي، وخصوصا مثلا في الحاجات اللي ينفع الذكاء الصناعي ينط فيها شويه زي الفرونت اند مثلا والباك اند، وشويه في الداتا وكده، لا، طب انت السوق شايف بيجاب. كواحد مشي في الطريق ده ومشي في الطريق ده، انت شايف ان المستقبل برضه هيبقى ماشي في الاتجاه ده بتاع العلاج الطبيعي، ولا الموضوع هيفضل كده الذكاء لحد الصناعي امتى؟ صعب يبلع العلاج الطبيعي دلوقتي، لان احنا عايزين روبوتكس وليله كبيره، وفي فاين موفمنتس في العلاج الطبيعي مش سهل قوي ان الروبوت يشتغلها. البرمجه، خلينا نقول الجونيور ليفلز بتموت، فانت لازم يكون مستواك حلو عشان تشتغل. والله اعلم في المستقبل في ايه. بس مثلا في مجال الذكاء الصناعي، في السايبر سيكيورتي، الحاجات دي لسه برضه الذكاء الصناعي مش احسن حاجه فيها. او ده على حد علمي، انا برضو مش تخصصي ذكاء صناعي، انا راجل غلبان شغال في الويب وبحاول اغير. بس ده مش هتكلم فيه دلوقتي، لما اعمله ابقى اقول عشان ما بقاش لزمت نفسي في حاجه معينه. خليها للمستقبل، لما اتكلم عنها لما اخلصها نبقى نتكلم فيها. ان شاء الله بس اكيد. هو في حاجات كتير في البرمجه اتبلعت في العلاج الطبيعي. انا نفسي في العلاج الطبيعي، في في الشغل الاي بتاع اي. البرمجه، انا نفسي وانا بشتغل بستخدم الاي اي كتير، والحاجه اللي بتاخد مني اسبوع بقيت بخلصها في يومين بسبب الذكاء الصناعي. وده يخلينا نعمل ايه؟ ما نخليناش نستغنى عن المبرمجين، بس خلينا نقلل المبرمجين. امم. لان دلوقتي المبرمج بيقوم بدور واثنين وثلاثه. طيب حلو، احنا دلوقتي اتكلمنا على المجال بتاعك والدراسة وكل الكلام ده. وسط اليوتيوب ووسط الدراسة ووسط الشغل، انت كنت بتشتغل مع الدراسة اكيد صح؟ مفيش حد طبيعي، بابي مش وزير، بيجي المانيا لازم يشتغل، يعني الشغل ده مش اوبشن. طيب انت العلاج الطبيعي كنت بتشتغل ايه جنبها مثلا يعني، او كنت بتشتغل كام شغلانة عشان تسبورت بص، نفسك؟ هو في علاج طبيعي كنت في مدينه اسمها لوبك. الشغل فيها كان نايم شويه، اشتغلت حاجات كتير. اشتغلت في دار مسنين، اشتغلت روم سيرفيس في فندق، اشتغلت في مصنع معلبات، اشتغلت في مطعم بيتزا. عملت حاجات كتير قوي. هل كان سهل ان انت توازن بين الشغل وبين الدراسة؟ لا، هو ما اولا كانش في العلاج الطبيعي يعني. او ما كانش فيه مشكله، بس انا اصلا طبعي ان انا مش دحيح ولا بذاكر، انا دايما بذاكر اخر السنه، خصوصا في الكليه. فكنت انا مجرد حضور الكليه وانزل الشغل، لكن اذاكر طول السنه دي مش بتاعتي. امم. الا لو بقى في امتحان، بقى في حاجه هتتسلم، مشروع هيتكتب، زي كان في علاج طبيعي كنا بنعمل ابحاث كتير عشان كان يونيفرسيتيت. امم. فكنت الابحاث دي كانت بتزاولني بصراحه، وبالالماني كنتش مبسوط. امم. فاهمني، كنت حاسس مش مكاني. طب انت حاسس ان الموازنة بين الشغل والدراسة كان مثلا مع العلاج الطبيعي اسهل ولا كان مع البرمجة؟ ده مع البرمجه. عشان ده بتشتغل من البيت؟ هو في جزء مش قليل من البرمجه، ممكن نقول سنه او اقل من سنه بشويه، اشتغلت شغل برضو، اشتغلت امن معظم الوقت فيها. ومش فارقه قوي، بس في حاجه حصلت ودي كانت فايده ليا. الكورونا لما جت كنت شغال امن، الشغل الامن ما ينفعش يوقف حتى لو في كورونا، وكانت المحاضرات بتنزل اونلاين. في اللي منها لازم احضره اونلاين، وفي اللي كانت بتنزل مسجله. بس انا كنت ايه، كده مع نفسي كنت بشغل اللابتوب واسجله، لان انا كنت بشتغل شفتات بالليل والكليه الصبح، فكان ما ينفعش احضر الصبح، مع كده مش هنام خالص زي ما انا دلوقتي كده عايز انام. فاهم. ف... انا جايبك اعذبك معايا معلش. فكان الحل، كان الميزه ان هو في كورونا، فالمحاضرات زي ما قلت اونلاين وممكن تشوفها في اي وقت، فكنت ممكن اتفرج عليها وانا في الشغل. انا حاسس ان في ناس كتير قوي الكورونا عطلتهم، هل انت حاسس ان الموضوع ده لا، كان انا معاهم الكورونا مثلا؟ ساعدتني. والله. الكورونا ساعدتني في حاجات كتير، ولسه كنت قايل لك على حاجه منها، جبت منها لابتوب. اه. فالمهم يعني كانت فايده ليا، وقطعت شوط كبير، وكنت بسجل مواد اكتر من الطبيعي لان كنت انا، بتتفرج على اللي بتسجله ده؟ وكنت بتفرج على اللي بسجله. انا كنت بسجل كتير قوي، عمري ما اتفرجت على اي لا حاجه. لا، كنت بتفرج عليها. ازاي اجبرت نفسك ان انت تتفرج على عادي، ما هو التسجيلات؟ انا قاعد في الشغل ما بعملش حاجه. اه بس شويه ممكن نتفليكس تعمل اي على حاجه. شويه بتاع دوت على شويه. بالظبط، انت ممكن تعمل اي حاجه تانية غير ان انت تتفرج على لا، كنت المحاضره. بتفرج يعني، كنت بعمل شغال لنفسي. 2 اكس اكيد، مش شغال على اكس واحده. ما بحبش اشغل على اكس واحده او 2 اكس. ما بحبش اشغل على 2 اكس، بس بجري يعني، بقول خلاص هو السلايدايه دي فهمتها، الدكتور عمال يهري كتير يقلب. فبتخطي يعني. تمام. وفي نفس الوقت البرمجه فيها ميزه انك في حاجات كتير، في ماده زي اللينير الجبر انا ما كنتش فاهم حاجه من الدكتور. كان صديقي الهندي على النت كان بيشرح لي زي الفل، مجرد باخد العنوان.
فكان ايه بدور على سورسات بره كتير زي الفل، لكن علاج طبيعي ما كانش فيه الموضوع ده، ما كانش فيه الاوبشن ده. وزي ما قلت لك انا الطبيعي بتاعي اللي انا ما بذاكرش كتير، هو الامتحان وبتاع. على فكره جبت تقديري كان يعتبر جيد، جايب 72% كليه، فانا مبسوط. هو مش 72 قوي، هو سبايكومازيكس 2 و6، بس هي كانت فاضل نص درجه على 2 ونص، يعني هي تقدر تقول 74 ونص، بس اتكتبت 72، مش قضيتنا. يا عم مش مهم، الناس بتنجح وبتاخد شهاده وبعدين ما تبصش مش على فارق النتيجه. معايا، انا كنت عايز انجح وخلاص. مم. فهو كنت بذاكر ليالي الامتحان، وكانت في امتحانات كتير بالفهم، يعني كان في مواد زي الماتا مثلا، كانت القوانين او الحاجات اللي انا ببني عليها، كان الدكتور بيسمح لنا نعمل ملخص اكتبه كده مانيفستو تخش بيه الامتحان وحل بيه مسائل في في مواد كتير كده. مم. وفي مواد تانية كانت فيها نظري بس في طلبة دحيحة ملخصين المادة، اقعد اذاكر الملخص وارزع وخلاص. حتى في مصر انا ما كنتش بتاع مذاكرة كتير، بس كنت احب احضر. في علاج طبيعي كنت بحضر، خصوصا المواد اللي كانت تعتبر بتاعة طب بشري، كنت مجرد ما حضرت خلاص انا عرفت المعلومة، ممكن امتحن فيها. مم. دي كان من الميزات اللي عندي. زي ما قلت لك مذاكرة كتير لا، فانا بقى مضيع المذاكرة الكتير دي قصاد ان انا اشتغل، قصاد ان انا اعمل يوتيوب، قصاد ان انا اكسل برضه واقعد اتفرج مم. على نتفليكس عادي يعني. انت جيت ازاي؟ انا مثلا عمري ما اعرفش المعلومه دي على فكره. جيت هل ازاي؟ انت جيت على سنه تحضيريه ولا جيت على لا الماني كورس انا لغه؟ ده سنه تحضيريه ايه، انا في مصر دارس ثانويه عامه ودارس معهد فني صحي. يعني على فكره انا معملجي، يعني انا اقدر دلوقتي اروح اجيب ورق المعامل بتاعي واعمل له معادله هنا واشتغل معملجي زي الفل، عشان لو الذكاء الصناعي جه دمر البرمجه. ففي باك اب بلان لازم يعني. بلان بي طبعا. اه. خطه ب. فبعد العلاج بقى يعني وبعد المعامل دخلت علاج طبيعي. يعني انا دارس في مصر 4 سنين بعد ثانويه عامه لا سنه كليات. تحضيريه ايه بقى يا معلم؟ سنه تحضيريه مين، انا فانت يعتبر عدلت مخلص عدلت بكالوريوس. العلاج الطبيعي. ما عدلتش ولا ماده من العلاج الطبيعي جوه علاج طبيعي. بس انت، انا قصدي عدلت الشهاده عشان تخش هنا علاج طبيعي على طول. اه. امال انت حطيتها يعني بس انت حطيت نقلت برمجه ازاي؟ عادي. ما هو رحت للتي هي ابن الجامعه بتاعتنا اللي هنا الجميله، وقلت لهم انا مخلص علم علوم ومخلص سنه كليه، وفي هنا مواد طبيه وفي هنا مواد طبيه في العلاج الطبيعي وفي الميديسيشن ومشوها لك من غير سنه تحضيريه؟ ومشوا. واو. رزقي بقى يا جماعه، ما حدش يبص سبحان الله، لي انا في ما كنتش رزقي يعني. عارف المعلومه دي برضه، انت عمال بتفاجئني بحاجات النهارده ما شاء الله، برضه فرق الخبره. جميل. شقلباظات، لا والله ده مش خبره ولا حاجه، ده توفيق ربنا، اه بس انا قصدي انا ودعوه عمري ما الوالد. كنت اعرف ان انت ينفع تخش جامعه من غير سنه تحضيريه صراحه. لا الا لو ينفع. انت بتخش في نفس مجالك، لو انت بتخش في نفس وما مجالك انا هو كنت بقالي. الحجه ايه ان انا دي فيها مواد طبيه ودي فيها مواد طبيه، فانا ها. مشي حالك. اوكي. يعني واحد بيدرس هندسه مدني ممكن يجي هنا هو من غير سنه تحضيريه يدخل برمجه. في ماس هنا وفي ماس هنا، على الاقل في التي ام. التي ام الست اللي هناك دي مش فاكر اسمها ايه، كانت مظبطاني. يعني ممكن تفرق من جامعه لجامعه. ممكن لان برضه هو مهم ان انت حسب تعرف. المكتب الانترناشونال اوفيس بتاعه. انا في حد سالني على فكره سؤال قبل كده، قال لي انا اترفضت من جامعه، هو تقريبا قدم على جامعه واحده واترفض منها، هو كان متخيل ان هو هيتقبل من جامعه واحده، قال لي انا دورت على اسهل قبول ودخلت الجامعه دي. اه. بس ده طبعا تفكير غلط. هو الاحسن انك انت تراسل الجامعه تسالهم انا موقفي كذا كذا، عارف ان انا هقدم من خلال موقع كذا، بس انا ورقي ينفع ولا ما ينفعش، انا هدفع فلوس ومش عايزها تروح على الفاضي ومش عايز اضيع وقتكم. ده الاحسن ان انا دي نصيحه اكلم ذهبيه دي. اكلم الجامعه على طول، دي نصيحه او ذهبيه. اكلم واحد صاحبي يكلم لي الجامعه. طب ولو انت تقدر تعمل كده، يبقى بالمره نقول لك قصه المكاتب، ان المكاتب مش سكام. المكاتب بتعمل لك حاجه بسيطه بفلوس كتير. انت اللي ممكن تعمله انك انت بس تاخد قبل ما نكمل، هل استشاره. دي كل المكاتب ولا احنا بنتكلم على الاغلبيه؟ الاغلبيه، ما انت بالنسبه لك في مصر واو ده جاب لي قبول في المانيا، لكن هو ما عملش حاجه غير اخد ورقك وبعته بدل ما انت ما تبعته، وانت مش بس مكسح باضعاف ولا اكتع ولا الثمن. بتاع. ضعف 80 بلاوي زرقاء يعني. التقديم كله من اوله لاخره على الاوني اسيست اللي هو بياخد رسوم. موقع 75 الوسيط للجامعه 75 و35 لكل واحده وتقريبا او 30 لكل واحده. في حين ان هو يروح قايل لك انت لو جبت لك القبول هتديني 1000 يورو. ليه؟ ليه؟ على فكره بيقولوا 1000 دلوقتي و1000 بعدين بعد ما يجيلك القبول. انا بقول لك ابسط حاجه يعني. اوكي. فما بالك بالاعلى. فانت احسن لك قبل خطوه الاوني اسيست دي ان انت تبعت للجامعه ايميل، خاصه الانترناشونال اوفيس مكان ما كنت شغال. تعرف حاجتين، انك انت تقدر تكمل اللغه عشان انت غالبا مش هتاخد كل اللغه في بلدك، والحاجه التانية تعرف هتتقبل ولا لا. اه جميل. جميل والله، كلام من ذهب. طيب احنا خلصنا الحته بتاعت الدراسه، او اتكلمنا اعتقد الحته بتاعت الدراسه. ببعد عن الفوكس ولا بره الفوكس؟ لا انا بشوف كم بقاله كام دقيقه بيسجل. عايز تاخد بريك ولا نكمل؟ طب يلا بينا.
طيب احنا دلوقتي اتكلمنا انت بتعبني في المونتاج دلوقتي عشان الاقي يا عم هي الحته. قطايه صغيره. يا عم صباح الفل، لا انا قصدي عشان الاقي الحته اللي احنا واقفين فيها هجيبها قشطه. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الدراسه، بس انت وانت في النص كده اتكلمت على انا متجوز ومخلف. اول حاجه عايز اسالها لك، انت اتجوزت امتى وقت ما انت بتدرس؟ اتجوزت بعد ما خلصت يعتبر ترمين في الكليه. ازاي يعني اقدمت على الخطوه دي يعني؟ ممكن انا بخش بدماغي في حاجات كتير، بس ايه، عندي شجاعه بس برضو في نفس الوقت بحسبها. يعني الجواز مش خطوه ان انت تعملها من غير تخطيط. انت بتحب البنت وعايز تتجوزها وكده، بس لازم تعمل حسابك في كل الظروف. انت دلوقتي كراجل هتفتح بيت، ألف ب فتحت بيت، لازم هتصرف على البيت وما تخلوش محتاج حاجة، وتبقى دي مسؤوليتك الأولانية والأهم. لأن دلوقتي أنت في غربة وهتتجوز واحدة برضو وهي بالنسبة لها في غربة، فلازم تحس معاك بالأمان. فأنت لو مش مأمن نفسك هتأمن غيرك إزاي؟ فالأول تبقى مأمن نفسك وعارف أنت في أسوأ الظروف هتقدر تعمل إيه. يعني مثلا كطالب انت وانت بتدرس ما عندكش اوبشن انك انت تعمل فلوس كتير، فلازم هتعيش على قدك. هتروح للبنت تقول لها انا هعيش على قدي في الوقت الفلاني ولحد ما اتخرج، هل انت موافقة على ده ولا لا؟ عشان ما تظلمهاش معاك. دي من الاساسيات اللي لازم تفكر فيها. بعد كده بقى فيها حاجات تانية ممكن نتكلم فيها، بس دي اهم حاجة من وجهة نظري. طب انت يعني انت دلوقتي بتصرف على نفسك او مغطي تكاليفك انت بالعافيه في الدراسه، بان انت اساسا انا بشتغل جنب الدراسه فيا دوبك ايه بجيب تمن الايجار والاكل والشرب والتامين الصحي. لما انت تيجي تفكر انا عايز اتجوز وسط الدراسه، انت بتقول دلوقتي انا عايز اغطي تكاليف الشخص التاني اللي هيجي يعيش معايا. في طبعا كذا طريقة انت، بقى. ما انت كده معناه ان انت تشتغل اكتر. مش شرط تشتغل اكتر برضه. هو كده كده انت كطالب ليك عدد محدد من الشغل، الا لو هتشتغل شغل اسود، وده في كتير مننا بيضطروا. وانا مش هنفي ولا هاكد ان انا اشتغلت اسود، بس في نقطة لازم تعملها انك انت تحط وقت هو بس تكسب اكتر. في اوبشن تاني انك انت قبل ما تتجوز تضغط على نفسك شوية وتعمل لك قرشين تبقى شايلهم، تسحب منهم مع الفلوس اللي انت شغال بيها. حاجة تالتة تعمل يوتيوب وتكسب منه، عشان الراجل ده بيكسب بلاوي زرقاء من اليوتيوب، وانا كمان بكسب بلاوي زرقاء من صراحه اليوتيوب. القميص ده انا جايبه من يوتيوب والبنطلون فتعدد مصادر دخلك. في كذا طريقة. المهم انت تشوف انت تقدر تعمل ايه، ودايما ده مبدأ بحطه في حياتي دايما. انا عندي مشكلة مش عارف كل حلولها، بس بشوف ايه اللي اقدر اعمله وابدأ اعمله لحد ما اسد المشكلة، حتى لو مش عارف اخرتها ايه. بس في الجواز لا، احسبها بالورقة والقلم وشوف انت هتخلص الكلية في قد ايه، ومحتاج مصاريف قد ايه، وهتقدر تأجر بيت بقد ايه، واكلك وشربك قد ايه. حسبة طويلة. بس ما تدخلش الجواز من الاخر الا لما تكون حاسب كل الحسبة ديت. وحتى لو هتضغط على نفسك شوية، لازم تكون معرف البنت اللي انت هتتجوزها ان في ضغط، ان احنا مش هنعيش حياة مريحة قوي لفترة معينة، وتكون قد الكلمة في الفترة دي. هديت شوية سيكة مش عارف ايه هتعديها لك ماشي، لكن مثلا مش تقول لها هنقعد سنتين نضغط على نفسنا، وبعد كده تقول لها بعد 5 سنين والله لسه الدنيا بايظة. لا ما ينفعش الكلام ده. لو انت راجل المفروض تبقى قد كلمتك، دي ابسط حاجة. ليه ممكن تقرر ان انت تتجوز وانت بتدرس اساسا؟ حاجات كتير. انا بالنسبه لي في مشكلتي ان انا ما كنتش عندي اجتماعيات كبيره، ومش عارف اشوف اهلي، وكده كده انا مطول عبال ما انزل اشوف اهلي، وفي بنت انا مرتاح لها وعايز اتجوزها، وعندي الخطه اللي تخليني اقدر افتح بيت. فليه لا؟ وبعدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الصلاة استطاع والسلام. منكم الباءة فليتزوج. انا شايف ان انا استطيع الباءة، ليه ما اتجوزش؟ ليه اسيب نفسي للحرام؟ لا ما فخلاص. تسيبش نفسك في حالك. بالظبط. بس هي النقطة ان انت طيب بص، انت دلوقتي انا سألتك على سؤال اللي هو بتاع الشغل مع الدراسة، فقلت لي انا بالنسبة لي بجمع الدراسة او الامتحانات بتبقى في الاخر، تمام، والشغل كده كده بتشتغل في النص وليك عدد ساعات، يعني انت كطالب بتبقى عندك 20 ساعة في الاسبوع ماكسيموم. مم. غير ان انت لو انت في الاجازة بتقدر تشتغل بس فول كان تايم. فيها استثناءات في الورك ستودنت. المكتب الاجانب كان بيعديها لي. يعني ازاي؟ كنت ممكن اشتغل 30 ساعه وما كانش بيقول حاجه. ازاي؟ كله على الورق. ما اعرفش الشركه اللي انا كنت او الشركات اللي اشتغلت فيهم كانوا بيشغلوني بالساعه، وكنت ساعات بكسر ال 30 ساعه وما كانش حد بيكلمني. خصوصا ان انا كده كده مش عارف انزل مصر، فكان في اجازات بين الترمات. اجازه بين الترم ديت كنت بشتغل فول تايم. اه دي تقدر تعملها، بس ان انت تشتغل وسط الترم 30 ساعة اه
والتامين الصحي هو كفيرك ستودنت، التامين الصحي تامين طالب زي ما هو. ده التجربه بتاعتي، هل ده قانوني ولا لا مش عارف. هم سمحوا لك بده؟ سمحوا لي والدنيا مشيت. اوكي. توفيق ربنا برضه. بص، مع ارزاق راجل ارزاق ارزاق اتجوز ارزاق. فهو عايز ايه ربنا بيرزقه. مم. طيب بس فلنقل انا مغطي المصاريف. حلو، يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن مصاريف والجواز. انا بص هجيبها لك، هو مثلث بالنسبه لي، انا عندي دراسه وشغل وجواز. مم. لو غطيت القصه لازم بتاعت وقت كمان للزوجه. انت بتوازن ازاي بين الدراسه وبين الزوج؟ هي خلينا نقول الدراسه والجواز الاول، ماشي زي ما انت ما قلت. انا اتجوزت في 2019، وعبال ما نقلنا وعشنا مع بعض عشان خلاص بقى كنا خلصنا كتب كتابنا وعملنا الورق الجواز الرسمي، وده كان حوار لوحده. كانت الكورونا جت، الكلية ما فيش محاضرات، فاحنا طول الوقت كنا مع بعض في البيت. مم. كانت ميزة ان احنا بنقضي وقت مع بعض على قد ما نقدر اكتر. بعد كده نقطة الشغل انا كنت بشتغل امن، فما كانتش متأثر قوي زي ما قلت من الكورونا. كنت بنزل اشتغل الشغل العادي مثلا بالليل ومش كل يوم. وبعد كده ضغطت على نفسي وتعلمت برمجة الويب، وبقيت بشتغل كمان من البيت. فانا معظم الوقت انا موجود معاها، انا بشتغل، بس احنا كده كده قاعدين في بيت صغير، فشايفين بعض طول الوقت. حتى لو انا مركز في حاجة بعملها وهي مركزة في حاجة بتعملها، شايفين بعض طول الوقت. وشغل الطلبة ما كانش برضو تقيل، يعني هي ممكن تصحى الظهر، او يعني سهرانة طول الليل مثلا بتتفرج على التلفزيون مش عارف ايه، تصحى الظهر على مزاجها، وانا اكون خلصت معظم وقت الشغل الصبح. مم. فبعد كده نقضي الوقت مع بعض، وانا كده كده زي ما قلت لك ما بذاكرش طول الايه اه طول السنه. اه. فكان في وقت بنقضيه مع بعض، مم. بس ما كانش في خروجات قد كده لان انا كنت ببقى برضه مستوي وعايز اريح وكده وبس. انا بتاع مش خروج، انا يعني كانت بالنسبه لي زي الفل. الكورونا قعدنا في البيت زي الفل، هي كانت بتحب تخرج، فكنا بنحاول برضه نخرج نتمشى الحتت اللي نقدر نعملها من غير ما نحتك بالناس في الكورونا. طيب انا عايز اسالك سؤال، لو انا دلوقتي شخص عمال بدرس وعايز اتجوز، انت دلوقتي في حته انت لسه قايل دلوقتي ان هو بتتعامل مع ضغوطات او الموضوع بتضغط في حاجات معينه. بالنسبه لك انت الجواز، انت قلت في ورقه وقلم وبحسب كل حاجه وهشتغل قد ايه وهصرف على الشخص وكل الكلام ده، اللي هي القوامه بتاعت الراجل، ان انا اللي بصرف على مراتي والشخص الزياده اللي جايبه، انا مش جايب واحده بنت ناس ابهدلها معايا. صح؟ بالظبط. انا عندي بقى سؤال، هل انت شايف ان هو الضغط اللي انت بتضغطه على نفسك ده مقابل الجواز، ان انت انا بضغط على نفسي عشان انا عايز اتجوز، وانت بتقول انا برضو انسان مش بشوف اهلي، مش بنزل مصر، مش عارف ايه، وانا عايز حد يبقى قاعد معايا، وده المنطقي برضو، ومن استطاع منكم مم. الباءة فليتزوج، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل انت شايف ان الضغط على النفس ده worth it، او هل هو يستحق الضغط على النفس يستحق الجواز، او الجواز يستحق الضغط على النفس السحلة دي؟ بالنسبه لي ولا بشكل عام؟ اولا هتتكلم بالنسبة لك عشان انا بكلمك انت. لا، بالنسبه لي يستحق، لان انا كنت عايز انسانه معينه كنت عايز اتجوزها، فكان الاحسن ان احنا نبقى مع بعض، او انا كنت شايف كده لحد دلوقتي شايف كده. رغم الضغوطات، رغم رغم كل حاجة اللي الضغوطات، انت انا مضطر طول ان انت عمري تشيلها. اصلا متعود في ضغوطات. انا حتى في مصر كنت وانا في الكليه كنت بشتغل، مم. يعني قبل ما اسافر المانيا انا كنت بنزل الصبح الساعه 7 الصبح اروح الكليه، وبعد كده انزل شيفت مسائي الساعه 4 في المعمل، وبعد كده اطلع من المعمل الساعه 12 بالليل ادخل البيت واحدة بالليل. فالضغوطات خلاص هي ما دقت على الراس طبول. مم. فاهمني؟ بس برضو الواحد وهو مضغوط، بس مضغوط عشان هدف او عشان حد بيحبه، دي في ذاتها متعة. او احنا كرجاله كده بنحب نحس ان احنا بنضحي عشان الاخرين. ما مم. اعرفش، ده على الاقل انا. اعتقد الرجاله كلها كده انا. ماشي. بشكل عام بقى، هي لناس كتير مش احسن قرار ان هو يتجوز، لان انت محتاج ظروف معينة ومش سهل تحقيقها علشان تقدر تتجوز، خصوصا واحنا في المانيا. يعني في مصر مثلا لو بطريقة ما قدرت تصرف على بيتك وانت بتدرس، ودي برضو كارثة، بس مراتك حواليها حاجات كتير. انا مراتي مثلا عاشت معايا هنا في جيسن واهلها في برلين، فهي كانت لوحدها. على عكس مثلا لو كل العيلة في اسكندرية، عيلتك وعيلتها، هتعرف تروح عند اهلك، هتروح عند اهلها، هتتحرك ليها اصحابها، لكن احنا بغربة فالموضوع اصعب. مم. كمان ايه تاني لازم نركز فيه، ان هو هل انت تقدر تدي دماغك ووقت الى حد ما كويس لمراتك، ولا انت بتاع خروجات وبتاع صحابك وليك حياتك الخاصة اللي انت اصلا قافلها. انا على نفسي كان في فراغ موجود في حياتي كنت عايز اسده بالحتة دي. مم. في ناس لا، ما عندهاش الحتة دي خالص.
في واحد بيتجوز لمجرد ان انا كبرت انا هتجوز، لكن هو مش حاسس ان هو محتاج يتجوز اصلا. في ناس كتير كده، اكيد اه. في ناس اهلهم بتضغط عليهم عشان يتجوزوا. يا ابني انت بقى عندك 35 سنه ما شفنالكش عيل، نفسي ابقى ليا حفيد. ده حوار تاني. بس بشكل عام الجواز اثناء الدراسه مش لكل الناس، ويوم ما تدخل فيه لازم تشيل مسؤوليه. حتى لو اضطريت، خلي بالك من الحته دي، حتى لو اضطريت انك انت توقف دراستك، لانك انت اللي اخترت تجيب انسانه معاك ولازم تبقى مسؤول منها بشكل كامل. دي حاجه مهمه جدا. طب ما في ناس كتير قوي بتتشرط، خاصة الاهالي بتتشرط على عيالها، او بيبقى في شرط كامل كده الجزء بتاع لا ما هو انت لو انت هتدخل بنت في حياتك وتتجوز، انا شرطي انا كأب ان انا اقول لك لا انت لازم تكمل دراستك. فانت هتخل اهلي ولا اهلها؟ لا بتكلم انا واحد دلوقتي اهلي بيقولوا لي في العادي ان انا لو عايز اتجوز مش هينفع اخل هو مالهم؟ ما انا اللي الشرط شايل بتاع الليله. الدراسة. انا هو في ناس كتير اهلهم هو بتجوزوا. مالهم؟ لان هم اللي باعتينك المانيا، هم اللي لا يعتبر اللي هو مش هم اللي صارفين بعتني. عليك. لا هو ماشي، انت صرفت عليا، انا عايش بيك، بس مش عايش عشانك. يعني انت ساعدتني بس ما تتحكمش فيا. ده مفروض العلاقه بين الاب وابنه. ما تقول انا دلوقتي شخص عنده 21 سنه وحاسب، انا لو قتلت واحد هتعدم، مش انت اللي هتتعدم عشان انت ما ربتنيش ولا مش عارف ايه. انا دلوقتي مسؤول عن تصرفاتي. انت وصلتني لنقطه معينه، مفروض ان انا انسان عاقل بالغ اقدر اخد قراري بنفسي، واقدر اتحمل مسؤوليه قراري. انا لو انا اجلت الجواز لحد بعد التخرج وجوازي فشل، مش هحاسبك انت، هحاسب نفسي. وفي نفس الوقت لو انا اتجوزت وانا بدرس وجوازي فشل، برضه هحاسب نفسي. انا اللي متحاسب، انت مش هتحاسب على حاجه. انت عملت اللي عليك، وصلت لي لنقطه معينه، خلاص. كلامك على ورق جميل، بس انا حاسس ان تطبيقه مع عن نقاش. نفسي مع اهلي كان تطبيقه كان بالشكل ده. في اهل طبعا بيتحكموا في عيالهم، وفي عيال محتاجين ان اهلهم يتحكموا فيهم. ما عنديش مشكله، هو لسه ما وصلش للنضج المعين، او اهله شايفينه ما وصلش للنضج المعين ان هو يقدر ياخد خطوه زي دي. دي حوارات تانية. طب وانا اوري ازاي اهلي ان انا وصلت للنضج الكافي ان انا افتح بيت؟ ان تصرفاتك هي اللي بتبان، وفي نفس الوقت برضو نظرة الاهل. على فكرة انت ممكن تبقى جاهز بس هم مش شايفين انك جاهز، فملهاش حل غير الصدام، لان هم مش هيتحكموا فيك. زي ما انا حصل مع اهلي الصدام لما انا غيرت تخصصي، مع انهم بيثقوا فيا وبيثقوا في رأيي، بس هم كان عندهم حلم معين انا دمرته، فحصل الصدام. وبعد كده الدنيا بقت تمام. اصل اهلك مهما عملت هيفضلوا اهلك وهيحبوك. انت مثلا ما كفرتش. كلامك ده برضو ما خلي بالك، انت بتقول بعد كده الدنيا بقت تمام لان انت الحمد لله ربنا يسر الامور وكرمنا وكل الكلام ده وحتى فالدنيا مشيت. لو حصل مشاكل، بس حتى افترض لو حصل الدنيا ما مشاكل، مشيتش. انا ابنك ولازم تسيبني اجرب واغلط واعك. اصل انا مش هموت ومش بغضب ربنا. هل اللي انت بتعمله ده غلط؟ لا مش في تعمله غضب غلط. لربنا؟ هل الدين بيقول عكس كده؟ بس هي النقطة يبقى كلها ان انت هل انت مش قادر تصبر برضو؟ يعني انت مش قادر تصبر السنة ولا السنتين اللي انت تخلص فيهم دراستك لا، عشان تيجي في تقول لي؟ فرق. في فرق. انا كان ساعتها كان فاضل لي سنتين وشويه، بس كده كده انا قاعد في المانيا على الاقل 4 سنين، وشايف ان انا لما اكمل ال 30 سنه انا هبقى كبير على الجواز. انا من الناس اللي بتفضل الجواز بدري. انا كمان على فكرة. والطبيعي ان انا لو انا كنت في مصر ومشيت في السيستم الطبيعي، هخلص ثانويه عامه وانا عندي 18 سنه، هتخرج من الكليه 4 سنين يعني 22 سنه. يعني الواحد يكون نفسه في سنتين ثلاثه، 24 سنه 25 سنه، حلو يتجوز. مم. انا كان عندي 26 سنه ولسه ما اتخرجتش، بس عديت بالمراحل دي. وبرضو كان عندي ميزه ان انا لو الدنيا عكت جامد معايا، ودي معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، ان انا كنت مع جوازي من مراتي ان انا اقدر اقلب اقامتي اقامه عمل واشتغل بالمعامل اللي لسه قايل لك عليها. لكن في ناس جايه بثانويه عامه بس. اه فزي ما قلت لك انا كنت حاسبها بالورقه والقلم، لو ده فشل ده عملت كذا فشل ده فشل ده خطة. فشل، حتى لو رجعت في الاخر خالص هشتغل امن عادي، ما انا شغل حلال وفاتح بيت. مم. فاهم؟ فلازم تبقى انت حاسبها حلو. قررت ان انت تخاطر بكل حاجة بس عشان انا عايز اتجوز. انا انا ما شايف ده خطرتش. رأيي. ايه اسوأ حاجه كانت ممكن تحصل؟ الجواز ما بتقول ان انت تكملش. ممكن نرجع ابقى اشتغل امن بس هبقى فاتح بيت اه عادي بقى. مقارنة بواحد ان شاء مثلا الله كان حتى شغال. مثلا اخلص ماده في الكليه، ما هو انا هعرف اخلص حاجه. الكليات هنا هو بتسمح لك انك انت تقدر تخلص مواد. مم. فاهم؟ فبالورقه والقلم الدنيا تمام. خدتيني 100 قلم. طب انت دلوقتي معلش انا بالحاجات دي. طب انت ماشي، ايش براحتك. دلوقتي سامعني بقى الحاجات. انت دلوقتي اعتقد ان الدراسة مع الشغل، اللي انت اتكلمنا في القصة وقلت ان الشغل كان واخد اغلب وقتك، اغلب المساحة من الوقت بتاعك. عكس، قلت لك انا كنت 4 5 ساعات في اليوم، معظمهم لا يعني احنا بدايه لو اليوم. شفنا يوم محمد دلوقتي ماشي ازاي بين دراسة وشغل ومراتك هتبقى. الدراسه
في محاضرات بتتسجل ممكن اشوفها بعد ما هي تنام او هي مشغوله بس انت بتطبخ عندك مثلا. 24 ساعه في اليوم بس. انت ايوه. عايز تنام برضه هتشوف وهي ما تنام، هو انت انا مش انا ما باتمان يا بنامش معلم. كتير يعني، انا بنام 4 5 ساعات واقلب. من صغري على فكره ما بحبش انام كتير، بس ساعات بيجي لي وقت كده في اخر الاسبوع ممكن تلاقي ضربت 12 ساعه مره واحده، اللي هو ايه، جسمك بيعوض. عليا ديون فبسدها. بعوض. اه. ف مش عارف، هي كانت ربنا طب ينفع بيظبطها تديني فيه. ارقام؟ يعني مثلا ممكن تقول لي والله انا هقول 33% شغل، 33% يعني دراسه، مثلا الشغل 33%. كان معظم الوقت خصوصا بعد ما اشتغلت برمجه كان من الساعه 8 للساعه 12 واحده. امم. وانا من طبعي ان انا بقوم الصبح ممكن اشرب كوبايه القهوه حاجه بسيطه وما افطرش بسرعه. امم. مراتي تصحى على الظهر افطر معاها وانا بشتغل. بعد كده اليوم ممكن من اول بقى الساعه 12 لحد الساعه 3 4 يا اما ببص على محاضراتي يا اما هي بتطبخ. وبعد كده بعد العصر مثلا وقتنا كله مع بعض، الا لو انا هصور فيديو ساعتها بقى ايه يلا نشتغل مع بعض نحط الكاميرا نصور. ساعتها هي كانت بتمنتج لي. دي سحله تانية. انا نسيت خالص قصه اليوتيوب دي، انت بتتكلم في عشان كده شغل الناس ويوتيوب وجواز ودراسه. كانت الناس ده مش كانت بتقول لي انت ليه مثلث. ما بتعملش يوتيوب كتير، اديني بقول لكم. فطبعا بعد يوم الشغل البرمجه وفي محاضرات ذاكرتها بقى اللي هي بتاعت الاونلاين وكده ديت، كنت بذاكر الويب انت كمان. عندك هوايات؟ من هواياتي التصوير لا وقرايه عندك هوايات الكتب. بره المربع بتاع ده، مش مثلث بقى قرايه اكيد. الكتب عندي كتب كتير بقراها. بتلحق تعمل كده؟ قبل النوم كده نص ساعه بس، انا بعرف اقرا بسرعه فممكن انجز كتاب. يعني ممكن قبل النوم اقرا 50 ل 100 صفحه في ساعه، دي ممكن ما اعملها. شاء الله جامد. فمش كل يوم اكيد اه. فاهمني، بس في ايام بقرا كتير. وممكن يوم في مره كتاب عمري ما انساه، كنت شغال امن، كنت الشيفت كان مريح، قريت كتاب كامل. كتاب كان 300 400 صفحه مثلا، امم. وكان روايه. لكن الكتب طبعا اللي هي متفصله بتاخد وقت اطول شويه، امم. حسب انت بتقرا ايه، حسب بتقرا بأنهي لغه. عشان أنا بقرا ب3 لغات، الماني وانجليزي وعربي، وما بحبش الكتب الالماني بصراحه بتتعبني. اكيد طبعا. إيه، بس طبعا بتكلم الاهل كمان. فهو انت محتاج بركه من ربنا، ما تقدرش تحسبها بالورقه والقلم 100% زي ما انا حاسبها كده، الا لما برضو تاخد دعم من ربنا، تدعي ان ربنا يوفقك اللي انت بتعمله. يعني ممكن يحصل اي خزوق، يمكن اتعب، يمكن اعيا. وطبعا وانت طالب مالكش اي حاجه، انت لو ما اشتغلتش مش هتاخد فلوس. امم. مفيش بقى الدعم بتاع الدوله ده في اي حاجه. بس بالمناسبه انت وانت بتشتغل وانت متجوز، من الحاجات اللي بتفيدك فيها الدوله انك انت الضرايب بتاعتك بتبقى اقل شويه، فدي برضو سندة ليك. حاسس ان انت قبل الجواز وبعد الجواز اثرت في الدراسه او ركزت فيها اكتر؟ هل حسيت ان انت بعد ان ركزت انت اكتر لان انا متجوز؟ متحمل مسؤوليه اكتر. امم. انا يعني يعني ده عكس المتوقع. السنه اللي قبل الجواز في الكليه، اولا في ترم ما سجلتش فيه مواد خالص، ما امتحنتش فيه عشان اعمل فلوس. والترم اللي قبليه نص المواد ما كنتش نجحت فيها من اول مره. يعني اعتبر خلصت مادتين قبل الجواز بس، امم. وبقيت المواد دب 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 في الكليه. وكان في ترمات كنت باخد بالسبع مواد، وانت عارف يعني ايه 7 مواد في التي اي ام. كتير اه. بس ربنا اللي بيوفق يعني. وكان برضو الكورونا الدكاترة ما كانوش بيشدوا هل قوي في انت كنت الامتحانات. متوقع ان ده يحصل، ان انت لما تتجوز تشد اكتر في الجامعه مش العكس؟ وانا كنت بتفرج على يوتيوبرز كتير كانوا بيقولوا ربنا بيكرمك وبتشجع. مش مقتنع بيها على الورق، بس لما حصلت. يعني يعني انت كنت شايف حاسس ان ان هي انت كانت بقيت مسؤول هتبقى فلازم هي. تنجز؟ كنت شايف ان مش فيش حاجة هتزيد او حاجة هتقل، خصوصا مع الانسان اللي انا مختارها اللي هي بتشجعني. امم. ممكن تضحي بوقتها معايا عشان اذاكر، خصوصا مثلا ايام الامتحانات، عشان انا قلت لك بكثف مذاكرة وقت الامتحانات. فالاسبوعين بتوع الامتحانات ممكن دولت. تنعزل ما اتكلمش حد، ما اعملش اي لا حاجه. لا لا، ما عنديش الجو ده، جو الخيمه وبتاع. بس بقعد اذاكر كتير. اه. ممكن اقوم اتسلى بتاع، ممكن تبقى بس انت مشغله بتتكلم فيلم في نص ساعه ساعه في اليوم ماكسيموم، وبقيت الوقت يا اما بتذاكر يا اما في الحمام يا اما نايم يعني ما. ايه اللي نص ساعه ساعه؟ نص ساعه ساعه بتبقى قاعد في يوم براحتك، مش قاعد بتذاكر. ولا انت بتبقى وقت الامتحانات بتذاكر قد ايه؟ وقت الامتحانات اه. ممكن طول اليوم، بس اخر اليوم اقعد اتفرج مع مراتي على فيلم مثلا على التلفزيون. وبتنام 4 5 ساعات فالموضوع مش مؤثر عليك؟ بس زي ما قلت لك في ايام بتضرب معايا. امم. ممكن ارجع من الامتحان انام شويه بعد امم. الامتحان، خصوصا لو في 3 4 ايام قدامه. انا بتاع الزنقه، بحب اتزنق وادوس. طب يعني انت لو انت في الاخر، انا ده المنطق او بالنسبه لي انا على الاقل منطقي، انا مقتنع شخصي مع الدين وكده.
رأيي هيبقى في ان هو ان الحاجة دي في الاخر ايجابية. بس هل انت رأيك برضو ان الجواز مع الدراسة حاجة حلوة؟ حلوة بس مش كل الناس. اشمعنى؟ او مين الناس يعني؟ تقصد ايه او بتفكر في ايه لما تقول كده؟ مش كل الناس هتقدر تشيل الضغط بتاع الاتنين. يعني في ناس مثلا بتبقى متوترة من ان انا دلوقتي في المانيا ولازم اتخرج علشان في مكتب اجانب بيجري ورايا، علشان ما اترحلش، عشان اهلي ما يفقدوش الامل فيا، ويبني بقى وفي مليون حاجه فوق بعضيهم. انا دايما بقول ان انا ايه اللي اقدر اعمله دلوقتي اعمله، النتيجه بتاعت ربنا، مم. انا بسعى وخلاص. ده قلته في فيديو بتاع لازم تسعى. انا الصراحة السعي مم. عليك لكن النتيجة مش عليك. كلام جميل والله، كلام زي الفل. طب خليني اخش على الحتة اللي بعدها على طول. انت مخلف ما شاء الله، ربنا رزقك بولد. مم. ده كان مهم عندي، لان انا مش حابب ان اخلف مثلا وانا كبير، انا عايز ابني اصاحبه. يعني انا ابني خلفته وانا عندي اواخر ال 28 سنه 29 سنه كده. كنت لسه بتدرس ولا كنت خلصت؟ أه، وانا شغال في مشروع التخرج كان اتولد. مم. هو كان المفروض يخلص مشروع التخرج قبل ما يتولد، بس يعني ايه، الموضوع ساعات بتحصل، الواحد بيسحب سمستر بتحصل كمان. عبال ما تلاقي براكتيكوم والكلام ده. انا كنت حابب ان انا كان عندي هدف ان انا لازم اخلف اول طفل ليا قبل ال 30، لان انا مش عايزه يبقى فرق السن ما بيننا وما بين بعض كبير. عايز لما اتوفى ولا اروح عند ربنا يكون ابني مش عنده مثلا 15 سنة. مم. ابني الكبير مش مهم بقى اللي بعد كده، ما هو بقى هو الكبير يشيل، او بنتي يعني انا اه. واللي ربنا يرزقني. فالفرق ما بيني وما بين ابني دلوقتي 29 سنة، اقل من الفرق ما بيني وما بين والدي، وما بيني وما بين والدي حوالي 32 او 33 سنة. مش فرق شاسع، بس في ناس كتير بتخلف وعندها 35 و36 اول طفل ليهم. يعني الطفل وعنده 20 سنة انت خلاص بقى 55 65 وانت عندك 30، لكن ممكن تعيش مع ابنك لحد 40 سنة. يعني لو ربنا ادانا طول مم. العمر، ده هدفي على مم. الاقل، تشوف احفادك مم. بتاع. ده من الحاجات المهمة عندي. وكمان وانت صغير عندك صحة تربي العيل، لان العيل فعلا انا ما كنتش متخيل قد ايه الطفل بياخد مجهود من الواحد الا لما جربت. ولازم انت لما تجرب هتعرف. مم. ويمكن ده اللي دلوقتي اللي ملخبط الدنيا، يعني احنا مضغوطين اكتر. طبعا رزق من ربنا وطفل وكل حاجة، بس مسؤولية طفل كبيرة. انت كمان هنا لوحدك، مفيش امك ولا والدك ولا خلانك ولا بتاع يساعدوا مراتك برضو بعيدة عن اهلها، فانت ومراتك شايلين الليلة كلها. مراتي مثلا مش عارفة تدرس، مش عارفة تعمل اي حاجة لحد لما ابني يكبر ويوصل لسن معين. هو لسه بادئ الحضانة بتاعته كانت من شهر 9 اللي فات. مم. وبالمناسبة انك تلاقي حضانة في المانيا اصعب من انك تلاقي مكان تدرس فيه اصلا من ان انت بكتير. تلاقي سكن. اصعب من انك تلاقي سكن لا من وجهة مستحيل. نظري. انا كنت مسجل من اول ما عرفت ان مراتي حامل، عبال ما لقينا مكان كان هو عنده سنتين وست شهور. يعني في 3 سنين بفر عبال ما توافق علينا في مكان. هما لازم انت اللي بيتوافق عليك؟ اه طبعا، في مكان. الحضانات قليلة وليها اماكن محدودة، ولازم انت بقى ايه واحد يطلع عشان انت تخش. اه. والحضانة من اول سنة ونص ويمكن أقل كمان اسمها كيتا، وبعد كده في 3 سنين ده اللي هي كيندر جارتن بالمعنى الحرفي، وبتوصل لحد سن 6 سنين، لأن هنا مفيش كي جي 1 وكي جي 2 بقى بتاع مم. المدارس، تخش على طول سنة أولى. فلا، مش سهلة. أصعب حاجة هي تربية الأطفال في ألمانيا، ولسه الله أعلم قدام بقى مع التحديات بتاعت ألمانيا اللي مش عارف لسه إيه خططي ليها. ومش بحب أتكلم في حاجة أنا لسه مش متأكد منها، بس في تحديات أكيد كبيرة في إنك تربي طفل مسلم هنا في ألمانيا. دي لازم برضه افكر فيها، دي من التحديات اللي جايه لي قدام. طب على ذكر الموضوع ده، لو انا شايف ان انا دلوقتي انا محمد طنطاوي، وفي واحد جاي يسألني او جاي واحد مقدم على خطوة الجواز سواء كطالب او لا، انت من وجهة نظرك ومن تجربتك ايه اللي ممكن تنصح بيه حد؟ تقول له انت مقدم على الحاجة دي، انا عايزك تبقى عارف واحد اتنين تلاتة مثلا. احسبها صح او اعمل الصح. احسبها صح، كل واحد ظروفه غير التاني، ما اقدرش ادي الواحد اسطمبة تنفع مع كل الناس. بس اللي اقدر اقوله بشكل عام، احسبها صح، اعرف امكانياتك وايه اللي انت داخل عليه بس. بس الكلام ده بشكل عام يعني، احسب ايه؟ احسب ايه؟ الشغل، المصاريف، ولا احسب ايه؟ ما في حاجات معينة برضو بتطلع لك المصاريف خوازيق ما والشغل بتبقاش عارفها. والضغط عليك وخططك للخوازيق. المانيا كلها خوازيق، كفايه الجوابات اللي بتجيلك في البريد وبتحط ايدك على قلبك. بس ده مش موضوعنا. احسب، ويعني اعقلها وتوكل. هو مفيش حاجه اسمها بتعمل خطه ما بتخرش الميه، بس اعقلها وتوكل.
لا بس انا قصدي يعني لو انا بسأل السؤال ده او بفكر في حاجة معينة، اللي هو انا المفروض يبقى شخصيتي عاملة ازاي او تفكيري عامل ازاي او ابقى عامل حسابي على ايه ايه الانانيه قبل لازم ما ادخل. تقل جامد مثلا، لانك انت اخر حاجه بتفكر فيها نفسك. بيتك وابنك ومراتك اهم من نفسك. يعني لو دخل دلوقتي حرامي البيت، ما انت ممكن تموت عشانهم. انت مستعد لكده ولا لا؟ ولا هتطلع وتجري تقول له خد عيالي اعتقد وسيبني؟ وسط كل الحاجات دي ممكن تكون ابسط حاجة، لان هي في الفطرة بتاعت الرجالة بشكل عام. بالظبط، هي دي الاساس، وده بقى ابنيه على كل حاجه. انا ممكن ما انامش عشان اروح اشتغل عشان اجيب قرش، عشان ابني عايز يجيب لعبه عاجباه. انت تقدر تعمل كده؟ ما اعرفش. واحد يقول لي ما اعرفش، طب فكر تاني. فاهمني؟ والابوه انت بتحسها على ذكر يعني انك خلفت، ما بتحسهاش اول ما بتخلف. يعني اول ما ابني اتولد انا ما كنتش مقتنع ان انا اب. ده انا لسه عيل صغير، انا كنت لسه برضع من قريب. بس بعد كده بتتعود بقى واحده واحده. هو كده كده الطفل اول سنه سنتين هي ماما، وانت تبقى بتبروفايد وبتصرف عليه وبتاع. بس لا، هو مش عايز يقعد معاك وعايز يقعد مع ماما. بس ممكن خلي بالك تزعل. الولاد بيبقوا بيميلوا للام اكتر والبنات بتميل للاب ما اكتر. جربتش بقى ان انا يكون ليا بنت، ان شاء الله ربنا يرزقنا. بس يعني انت لازم تبقى بتدي ومش مستني انك تاخد، لان دي مهمتك. تبقى بتعمل كده وانت راضي ومبسوط. امم. فاهم؟ الجزاء عند ربنا. امم. دي مهمة جدا. هل انت حاسس بعد الرحلة اللي انت في وسطيها، لسه الرحلة قدامها كتير ان شاء الله، هل حاسس ان انت في حاجة كان ممكن تعملها احسن، او هل انت ندمان على حاجة او خيار او خطوة عملتها؟ أم، مش عارف. هو ممكن انا ليه اجلت الخلفة سنتين عبال ما خلفت؟ بس يمكن عشان ناخد راحتنا مع بعض شوية، نتعرف على بعض، نشوف قرارنا صح ولا لا. بس لو انا انت كنت كمان وانا عايز لسه تخلف بدري اكتر وانت اوريدي انا كنت عايز لسه مخلص اخلف الدراسة. بدري على قد ما اقدر. بس هو الاحسن انك انت تعرف مراتك اكتر. يمكن انتوا مش متفقين من بعيد لبعيد، لكن لما تقربوا ايه الدنيا. امم. ولما قربنا ماشي، دي يبقى احنا متأكدين ان احنا باختيارنا لبعض ونقدر نخلف. امم. ممكن الاحسن بقى، الاحسن خالص، ان انا كنت عرفتها اول ما جيت وخدنا بعضنا في الوقت وخلفت مثلا عندي 26. بس الحمد لله، يعني يا مش عم هفضل اقول ارزاق لا. ارزاق الحمد لله. ارزاق. امم. هي اصلا بدايه الجوازه رزق. ان انا كنت عامل يوتيوب، فهي عرفتني من اليوتيوب فبقت متابعين. بعد كده اتعرفنا على بعض، واكلت حله محشي في برلين وكيفت، والزبون اتكيف واتجوز. ما شاء الله، ارزاق حلو. حاجة تانية بتيجي في بالك ولا هي دي بس؟ هي دي بس اللي في دماغي على دلوقتي. اسألك سؤال كليشيه. انت من بداية فترة الجواز دي، او ممكن خليني اقول من بداية حياتك في المانيا، ايه اصعب حاجة عدت عليك؟ ايه اصعب فترة عدت عليك؟ صعب فتره عدت عليا لما متجوز، مخلف، ومش عارف اجدد اقامتي علشان باسبوري خلصان، ومش عارف اجدد الباسبور عشان الجيش. وخايف كل البيت اللي انا بنيته دوت وكل القصة دي تنهار بسبب دفتر. دي كانت من اكتر الفترات اللي موترة لي، لان مفيش حاجة حرفيا في ايدي اقدر اعملها. الحمد لله عدت. بالدعاء بقى ولا ايه اللي حصل؟ هو اكتر حاجة كنت بعملها ان انا كنت بتجاهل الموضوع. لان انا لو ما تجاهلتش الموضوع هفضل مهنج باصص له، ومش هعمل اي حاجة تانية. وانا في مرحلة حرجة، انا بتخرج، امم. ولازم عايز اتخرج قبل ما اتم ال 30 سنة، علشان اقدر اسافر مصر، اظبط الباسبور، وارجع تاني اعمل الاقامة. عشان انا شغال في شركة، والشركة برضو مستنية اقامتي ومستنية تصريح العمل. فكل حاجة كانت مبنية على ورقة، والورقة دي انت مش عارف هتيجي ولا لا. فكان الحل اللي انا اطنش. على فكرة في رجالة كتير بتعرف تطنش، يعني ما تقدرش تعمله وتخش تنام وتطنش. انا في حاجات كتير بقدر بعملها كده، لان خلاص انا عملت اللي اقدر اعمله، بقى الباقي على ربنا. امم. قاعد وخلاص. زي ما قلنا السعي بتسعى والنتيجة مش عليك. بالظبط. طب محمد، واحنا بنقفل كده الموضوع، في حاجة معينة انت حابب تقولها لأي حد مقدم على الجواز غير قصة ان انت تحسبها، او عموما على الدراسة في ألمانيا؟ بص، انت عملت كل الحاجات دي، كل السنين دي في ألمانيا، ممكن تلخص الموضوع بالنسبة للناس لو انا لسه جاي، او لو انا لسه جديد في ألمانيا، او لو انا عايز اجي ألمانيا؟ اول ما انت جديد في المانيا ما تعملش حاجه غير انك انت تفهم البلد كويس، تفهم ايه اللي ليك وايه اللي عليك. ما تتجوزش وانت بتدرس في المانيا
الا وانت عارف كويس انت بتعمل ايه وداخل على ايه. فيعني خليني اقول، لو انت مش متأكد استنى احسن. ده رأيي. مم. تلبس في الحيط، خصوصا ان لو انت مثلا ورقك تمام وبتعرف تنزل وتشوف اهلك، لكن دي ما كانتش اوبشن بالنسبه لي. مم. بس شكرا جزيلا يا محمد ان انت جيت لي معايا في الحلقه دي. اسفين على التعب، وغالبا الساعه دلوقتي 3 الفجر واحنا لسه بنصور. الساعه 2. شكرا. والله طب زي الفل. شكرا جزيلا لكل الناس اتفرجت علينا. اشوفكم ان شاء الله اعملوا الحلقه الجايه. سبسكرايب واشتركوا في القناه واتفرجوا على الفيديوهات بتاعته، حبيبي حبيبي حبيبي. واستنوني في قناتي انا مش جاي. ماشي يلا. السلام عليكم. سلام.